دلوقتي احنا عايزين نعرف ايه الفرق بين الفسخ وبين الطلاق. الطلاق ان انا الراجل يجي يقول لزوجته انت طالق، خلاص هو طلقها. طب هو دلوقتي عايز اسالك سؤال، هو لو قال لها انت طالق المفترض شرعا وقانونا المرأة بيبقى ليها ايه؟ بيبقى ليها نفقة ومتعة ومبيت والكلام ده كله، صح؟ مم. فالست لما بتروح بتتطلق خلاص خلصنا، هي بترفع دعوة للقاضي، انا عايز اتطلق من الراجل ده. فالقاضي بيقول لها طيب تعالي يا حاج، بيحاول يثبت الضرر. هو في هجر طويل؟ تقول له اه. طب ما بيصرفش؟ اه. في اهمال؟ اه. بيبات معاكي في البيت؟ لا ما بيباتش. طيب تركك شهر واتنين ده اصلا مش سائل فيا يا سياده القاضي. طب في دلائل، في اثباتات. بص القاعده الشرعيه عشان يبقى متفق بيني وبينك، القاضي بنستند لحديث اللي هو لا ضرر ولا ضرار، خلصنا. بس خلصنا، ما تضرهاش. فبيجي بيسال في مسجات، في رسائل، في بريد الكتروني، في ايميلز، في مكالمات، في اي حاجه من كل ده، تقول له اه يا سياده القاضي انا عامل كده. طيب فالقاضي يقول له طلقها، مش هيطلقها، يروح القاضي ضده يروح عامل دعوه فسخ. طيب لو القاضي عمل دعوة الفسخ هل اه. بتاخد كل حقوقها كاملة زي الطلاق؟ طب انت بس فهمت الاول، الطلاق بيكون مين اللي بيطلق؟ اه. مين؟ الزوج. اه. لكن الفسخ بيكون بحكم مين؟ من القاضي. مين؟ القاضي، باجبار الزوج. طيب دلوقتي لو الزوجه دلوقتي بعد الفسخ، سؤالك كده صح، مم. هل ايه حقوقها؟ مم. بتاخد المهر كامل. المهر كامل حتى لو القاضي فسخ. فاهمه؟ مم. بتاخد النفقه كلها، القاضي بيحكم لها بالنفقه. بتاخد المتعه كلها، بتاخد السكنه، بتاخد كل حقوقها. ولو في حضانه الاولاد بتاخدها. فاهمه لحد كده؟ طب سؤال بس، هي كده المرأة هل في بعض الحالات ممكن تفقد المهر لو هي طلبت الفسخ؟ في حالات ممكن تفقد فيها المهر. اه. زي ايه؟ يعني هل تفقد مهرها لو هي طلبت الفسخ؟ لو طلبت الفسخ بضرر حقيقي، ايه؟ المهر لا يسقط. مم. لكن لو طلبت الفسخ بلا ضرر، يعني هي مش عايزة تعيش معاه، مش عايزة تعيش معاه، ساعتها بيتحول لخلع. فهمتي؟ فهمت، هتيجي، ساعتها يسقط المهر. اه ساعتها تيجي تقولي لي هو ايه الخلع ده؟ والمرأة المفترض في الخلع تتنازل عن ايه؟ ده ان شاء الله اللي هنعرفه في الفيديو القادم بإذن الله تعالى. شايف الموضوع عمال يكبر معانا ازاي وسلسلة عمالة تتوسع. بس كده خلصنا. لو عندك سؤال سيبه في تعليق وان شاء الله هنرد عليه. والفيديو القادم بمشيئة الله تعالى هنشرح لك ونشرح للناس مسألة الخلع. الخلع ده المفترض الست بتتعامل فيه ازاي؟ بالله عليك عمرك شفت شريعة كده؟ الست لا عارفه لا احكام طلاق ولا احكام خلع ولا ضرر، طلاق للضرر، وتيجي تقول لك لا ده خاين وظالم عشان راح يتجوز عليا، سايبك